ايه حكاية المصحف اللي وقع من عبد الحليم وهو داخل آخر عملية في حياته، وأثر وقوع المصحف ده على نفسية حليم وهو داخل؟ تفاصيل الأربع ساعات الأخيرة في حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. خليكم معايا للآخر وما تنسوش اللايك والاشتراك. سواء اتفقت أو اختلفت مع عبد الحليم حافظ، فهيظل عبد الحليم حافظ أيقونة وحالة صعب تكرارها. عبد الحليم حافظ كان في كل سفرية بيسافرها كان بيكتب آية معينة كده قبل ما يمشي على حتة أوضته. الكلام ده كان بيكتبه بالقلم الرصاص، وأول ما بيرجع بيروح مسحه. أما الآية اللي كان بيكتبها عبد الحليم قبل ما يمشي فهي الآية بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ميعاد، صدق الله العظيم. وكان بيكتبها عبد الحليم وبيسافر، وبيبقى مقتنع جدا إن هو راجع عشان يمسحها من على الحيطة. لكن آخر سفرية اللي كان مسافرها لندن واللي بعدها توفى، حصلت حاجة غريبة. دخلت عليا شبانة أخته الأوضة ولقيته مش كاتب الآية زي كل مرة. في السفرية دي تحديدا عبد الحليم زي ما يكون كان حاسس إنه مش راجع تاني. دخل كل غرفة من غرف البيت ودعها بعينيه، بص على كل حاجة بس نظرة دقيقة جدا، وده اللي بتوصفه عليا شبانة. ما سابش حتة لما تأملها وبص فيها، وكأنه بيقول لهم سلام أنا مش راجع تاني. حتى أوضته زي ما قلتلكوا ما كتبش فيها الآية اللي بيكتبها كل مرة، وكأنه عارف إنه مش راجع ومش هيمسحها. وسافر عبد الحليم على لندن، وسافر معاه طاقم الأطباء المصاحب ليه، وكان على رأس طاقم الأطباء المصريين وقتها الدكتور ياسين عبد الغفار، واللي كان الدكتور الشخصي لعبد الحليم، وكان دايما مرافق ليه في كل سفرياته. وما ننساش طبعا مجدي العمروسي صديق العمر اللي كان معاه في كل خطوة بيخطيها. وفي يوم العملية تحديدا بتدخل السيدة نهلة القدسي زوجة الموسيقار محمد عبد الوهاب عشان تزوره وتشوفه، كانوا دايما على طول معاه. وبتفاجأ ان هو بشكله كان جميل جدا، يعني كان شكله مش تعبان خالص. بتوصف السيدة نهلة وبتقول: انا قلت له ايه يا حليم ايه الجمال ده، لا عيني عليك باردة، انا همسك السرير لاني مش لاقية خشب هنا. وده كان قبل العملية بساعات. وانصرفت السيدة نهلة، وابتدى عبد الحليم يتكلم مع السفراجي بتاعه واللي كان مرافقه برضه في رحلة العلاج. حليم متعود إنه كل مرة يروح يعمل العملية ويرجع تمام وزي الفل. والعملية كانت بالنسبة له مش بسيطة بس ما كانتش صعبة. وكان ليه طقوس كده قبل دخول العملية إن هو بيتصل بيهم في مصر ويقول لهم إن يقروا الفاتحة في مساجد وأولياء الله الصالحين، ويلا بقى جهزوا البيت عشان أنا يومين كده وهتلاقوني جاي زي الفل تمام زي كل مرة، مفيش حاجة جديدة. وقعد حليم يقرا الجرايد كالعادة زي كل يوم. وهو بيقرا الجرايد وقاعد مع السفراجي بتاعه وعمالين يدردشوا كالعادة. وكان حليم قريب جدا من الناس اللي شغالة معاه. بيتفاجئ ان الساعة 12 الظهر بيدخل عليه الدكتور البريطاني المتابع لحالته، واللي كان اسمه ويليام روجر، واللي قال له على حاجات فاجأت حليم المرة دي. وصرحه بقى بالحقيقة وقال له: بص يا حليم، الموضوع مش زي كل مرة، المرة دي الموضوع صعب جدا. الكبد عندك تالف وما عندناش أي حل إلا إننا نزرع كبد يا حليم، عملية زرع كبد مش زي كل مرة يا حليم، ونقعد نعالج في الكبد كده يعني حاجة بسيطة ونقعد نحقنه والكلام ده. المرة دي الموضوع مختلف تماما. حليم رفض بشدة وقال له: لا، أنا هعمل العملية بتاعت كل مرة، أنا مش هعمل زراعة كبد، لأن كان عارف إن عملية زراعة الكبد هتحرمه إن هو يقدر يغني أو يمارس نشاطاته العادية. وبعد محاولات كتيرة من الدكتور البريطاني رفض حليم وانهار بشدة، وطلب إن هو يعمل العملية اللي بيعملها كل مرة. يعني كده كان عايز زي حاجة مؤقتة أو مسكنة يمشي بيها كام يوم. في الوقت ده بص حليم للسفراجي والمجدي العمروسي وكل حبايبه وقال لهم: تقريبا كده دي آخر مرة أشوفكم فيها. طبعا مجدي العمروسي بيتكلم وبيحكي إن حاول يقنعه كتير، لكن حليم راسه ألف سيف إنه ما يعملش عملية زرع الكبد. الطاقم الطبي كله اللي جاي معاه من مصر حس بإن فعلا الموضوع مفيش منه فايدة، وإن حليم راكب دماغه. وفعلا اقتنعوا برأي الطبيب البريطاني إن لازم حليم يعمل عملية زرع كبد. عشان كده خرجوا وانصرفوا، واتبقى مع حليم الدكتور ياسين عبد الغفار فقط، واللي حاول هو كمان إن يقنعه لكن مفيش فايدة. وبتيجي ساعة الصفر وبيجي ميعاد العملية، وبيجوا الممرضين الأجانب عشان يشيلوا حليم من على سريره ويحطوه على ترولي ويجهزوه للعملية.
أما حليم فكان في كل مرة بيدخل فيها العملية كان بيبقى معاه مصحف صغير، بعد ما بيقرأ فيه بيبتدي يحطه تحت دماغه وبيسيبه معاه أثناء العملية وبيتباشر بيه جدا. لكن المرة دي المصحف وقع وهو داخل على الترولي، بس محدش خد باله من المصحف الصغير ودخل حليم من غير المصحف بتاعه. بيدور حليم في غرفة العمليات على المصحف ملاقوش، واعتبروا انه فيلم مش حلو، وكانت كل التنبؤات بتقول ان حليم مش راجع مصر تاني. بيبدأ حليم العملية وبتقعد العملية 40 دقيقة. بعدها بيخرج حليم ولكن منهك ومتعب جدا، وطبعا كل الأطباء بيقولوا ده أكيد من العملية. وبيخرج غرفته بيعلقوا له كل حاجة وبيظبطوا له الدنيا، وبيخرج كل اللي موجودين ينتظروا بره. بس عليا أخته قلبها مش مرتاح، واقفة بره وحاسة إن المرة دي مش زي كل مرة، وبتقول كان قلبي مقبوض وحاسة إن في حاجة غلط، بس كنت ساكتة ومش قادرة أتكلم لأني ما كنتش عايزة أفول على أخويا. خرج حليم لكن طلب مجدي العمروسي يخش له ويتكلم معاه. دخل مجدي العمروسي عشان يتفاجئ ان حليم بيديله ورقة وفيها كل حاجة والوصية بتاعته يعني من الاخر، وبيقول له يا مجدي فني امانة بين ايديك. الكل حس ان في حاجة خطر المرة دي، بس محدش قادر يتكلم ولا حد قادر يقول ايه اللي ممكن يحصل ولا يتنبأ، لكن قلبهم كلهم كان مقبوض. وبعد كده الكل خرج عشان حليم يرتاح وياخد راحته وينام له شوية، لكن بعدها بنص ساعة بيدق جرس الإنذار وجرس الخطر، وحليم بيستغيث وبيقول لهم في دم خارج من بقي. الدكتور البريطاني قال له معلش يا حليم ممكن يكون بس من أثر العملية، لو حسيت إن في دم بيضايقك شوية وادوله فنجال. قالوا له نزل الدم في الفنجال ده. وبعد كده برضو الكل خرج، لكن الممرضة راحة داخلة على حليم والدنيا برضو مش مظبوطة. وبتدخل الممرضة للمرة التانية تبص على حليم، بتتفاجئ إن الأوضة كلها مليانة دم، والدم ده كله من بق حليم. بتضرب الممرضة جرس الإنذار السريع والخطر جدا، والكل مع الجرس ده قلبه بيقع في رجليه. بيدخل طاقم الأطباء وبيلاقوا الحالة سيئة جدا، بيحاولوا يحقنوه بحقن في رقبته عشان تعوض الدم اللي نازل، إنما مفيش فايدة. بيحاولوا يحقنوه كمان إنه يوقفوا الدم، لكن برضه مفيش فايدة. حالة حليم خرجت عن السيطرة ومحدش قادر يتصرف. الدكتور جاب جهاز كده فيه خرطوم رقيق جدا وحاول يحطه في حلق حليم عشان ينفخوا المعدة عشان يوقفوا لو في أي ثقوب هي اللي بتأثر وبتعمل نزيف. ومجدي العمروسي قال له حط يا حليم، حط يا حليم الجهاز، ابلع الجهاز يا حليم. وبيحاول حليم في آخر مرة إنه ينقذ نفسه ويرجع تاني لحياته وجمهوره، لكن للأسف وتقريبا دخل نص الجهاز في حلق حليم. ومجدي العمروسي في حالة انهيار وبيحاول لآخر مرة انه ينقذ صديق العمر حليم هو والدكاترة، لكن للأسف وبعد دخول نص الجهاز في جسم حليم بيتوقف حليم عن الحياة. في الوقت ده بتدخل عليا شبانة اللي هي مش أخت حليم ولكن كان بيعتبرها والدته، وبتبوس فيه وبتغمض عينه وتقول له مع السلامة يا حبيبي في الجنة ونعيمها، وبتغير له هدومه وبتلبسه جلابية نظيفة بيضة بدل الهدوم اللي مليانة دم. وبيتوفى حليم يوم الأربعاء 30 مارس 1977، وبيرحل عن عالمنا العندلي عبد الحليم حافظ. وتقام جنازة لعبد الحليم في جميع أرجاء الوطن العربي بصفة عامة، وفي مصر والقاهرة بصفة خاصة. أما لو وصلتوا معايا لحد هنا فتقديرا لمجهوداتنا ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير في حكاية جديدة وفيديو جديد. سلام.